السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، يعني أحب أبدأ بس الفيديو. أنا مش أهل فتوى، وده ناس كتير ما بتبقاش فاهمة الفتوى من الدين بتتاخد إزاي، ولكن الملخص إن زي ما بندور على دكتور ماهر وبنسأل كل اللي حوالينا وبنعمل اللي علينا وبندور في النت ونسأل أهل الاختصاص، ولو لنا صديق طبيب بنسأل طبيب. فالدين أولى وأحرى، لأن ده بيتعلق بأمر آخرة المرء. فالإنسان بيتحرى أهل العلم الثقة، وأهل العلم الثقة دي يعني تعرف أن الشخص ده مشهود له من العلماء اللي هم معروفين باتباع الكتاب والسنة بفهم الصحابة، اللي الناس دي أهل للفتوى، زي مثلا ما ذكر في السؤال الشيخ مصطفى العدوي، ربنا يا رب يبارك فيه. فالشخص إن وجد الطبيب أو وجد في الحالة دي المفتي، فهو يتبع فتواه. فأنا مش أهل فتوى عشان أضيف شيء، ولكن اللي أنا أميل له كما قال يعني حتى الشيخ ابن العثيمين قال: إن كان في حاجب المرأة ما هو خارج عن المعتاد، أو ما يجعلها مثلا دميمة أو على غير الخلقة، فاللي هو الحلق غير النتف اللي هو داخل فيه النمص. طيب دلوقتي احنا لو عرفنا ان في رخصة لان الطبيب قال لنا اللي ده الدواء، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أنا عرفت اللي فيه تيسير. الدين ما شاده أحد إلا غلبه، والشيطان يأتي له يقول يعني ما يعني دلوقتي احنا قلنا ان الحكم خلاص جائز، يجي يقول له ايه؟ يعني الممثله الفلانيه وجوزك بيبص على حد فلاني ومش عارف منى زكي تطلع لك مش عارف عامله ازاي والكلام ده كله، وانا بشدد على نفسي في شيء لا ينبغي التشديد فيه، بل لا يكون اصلا ممدوح مثلا. فانا لو عرفت اللي الطبيب قال لي الدواء ده هو الصح، يبقى انفذه، يبقى اعمل الشيء اللي لا يضيق عليا في نفسي. يعني انا عندي مشكله والشرع قال اللي هي جائز، اللي هي مثلا تتشال او تتحل، طب ما احلها. لان الشيطان ياتي للشخص اللي هو يخليه موسوس، يخليه متشدد في شيء، وما شد احدا هذا الدين الا غلبه. فلما الاقي انا في تيسير، والقاعده الفقهيه بتقول لك يعني كلما زاد الامر صعوبه كلما زاد التيسير في الشريعه. المشقه تجلب التيسير. تمام. انا دلوقتي مشقه اللي انا اصلي واقفا فاصلي جالسا، مشقه اللي انا اصلي جالسا فاصلي متكئا وعلى جنب، وهكذا. انا مثلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مشقه اللي انا امر بالمعروف لاني هاؤذى، يبقى انا انكر بقلبي. في دايما درجات. فانا لو انا تحريت الطبيب الصحيح وسالت عليه وقال لي والله الله عز وجل قال كذا وقال كذا وبتاع، اخد الدواء بقى، ما كبرش بقى واقول لك لا اصل انا هستحمل الصداع، اصل انا هستحمل اللي ايديا مكسوره ومش هحطها لا، ما حدش طالب منك انك تستحمل. لما النبي راى الرجل يقف في الشمس، مش متذكر ده حديث ولا قول من اقوال السلف يعني، فقال يعني ما تفعل؟ فقال يعني اتعبد الى الله بالوقوف في الشمس. الله عز وجل رحيم بك. ما يفعل الله بعذابك. الله عز وجل لا يريد ان يعذبك. الله عز وجل رحيم رؤوف بعباده. قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانا ليه اجلب لنفسي المشقه والله عز وجل يسر لي؟ الامر يسير، وان الله جميل يحب الجمال، والواحد لازم يكون نظيف في نفسه طالما الشرع سمح بده. فاللي انا بنصح بيه اي شخص اللي هو بحث عن الطبيب الصحيح والمجيد، اللي هو ياخد بالرخص، يعمل بالحاجه اللي تسهل عليه، يعمل بالحاجه مش لازم يبقى دايما في صراع نفسي. اصل انا الدين جالب لي التعاسه، اصل انا مش هينفع اتبسط، اصل انا مش هينفع العب، اصل انا مش هينفع. لا، ينفع. على فكره الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يبارك فيه يعني كان يقول لك انت كل شويه تقول لنا حرام حرام حرام. لا، ما الخيار حلال والكوسه حلال وكذا حلال. لا، اجلب لنفسك التيسير. تلاقي شيء سهل بسيط تقدر تعمله، روح يا عم. الاصل في حاجات كثيره الحلم فاعملها. فده اللي انا عايز اوصله للناس. انا مش اهل فتوى، وجدت الطبيب والحكم الشرعي جائز، يبقى اعمل الجائز.
ليس مش كل الناس تستطيع الورع، ومش كل الناس تستطيع ما استطاع ابي ذر. بل في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده كثير جدا من الناس، وخاصه لان معظم الناس للاسف ليسوا اهل علم، بما فيهم اللي هم يعني ممكن يظهر عليهم التدين، فتلاقي يقول لك لا اصلا انا هتورع، وبعد كده بشهر تلاقيه ترك الالتزام بالكليه. لا، ما شد احدا هذا الدين الا غلبه. الدين يسير، فايه نتوغل فيه برفق، ونشوف اهل العلم قالوا ايه وننفذه. والله قالوا نعمل، ما قالوا ما نعملش ما نعملش. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالله المستعان. يعني اتمنى الموضوع يبقى يسير. الاخت تاخد بالكلام اللي الشيخ مصطفى العدوي قاله والشيخ ابن العثيمين قالوا، ولا تتكلف مشقه ما حدش طالبها منها. فما تتكلفش هي بنفسها، وبعد كده بقى تبص على صوره منى زكي وتقول هو الدين جايبنا، هو ده هو والله لا، الدنيا مش كده. الله المستعان. اسال الله عز وجل لكم التيسير ولكم البركه، وان يعني ان يفقهنا في الدين. والله الواحد محتاج يتعلم في الدين، عشان لما يتعلم الدين يعرف ان الدين ما جاش قال له والله اقفل الباب على نفسك وعيش في الصومعه، القصه ما تمشيش كده. واحنا معظم الناس اللي هنا للاسف ما بقوش كده. احنا عايزين نتعلم، نقيم امور ديننا، ونشوف الطبيب الناصح الصحيح واللي يقوله لنا نعمله. الدنيا بسيطه يعني. الله المستعان. جزاكم الله خير. السلام عليكم.